صباح الخير. النهارده هنتكلم على الكارتات والبرمجه بتاعتها واسبابها ايه، وليه بنحتاج نبرمج الكارت اصلا. الموضوع اللي الناس فاكراه ان كل اللي بيتكلم على ان الكارت هتتبرمج وان في سوفت وير وتعديل وكلام من ده ان هو نصب. لا، ده مش نصب. فعلا كل كارته لها سوفت وير في الكارتات طبعا الحديثه اللي بنتكلم عنها يعني. ليه؟ لان النهارده المصنع ما بيصنعش كل حاجه. لا، بيجيب الكارت من حد معين، من شركه معينه من اللي بتصنع الكارتات. واللي بيصنع الكارتات دي ما بتصنعش لواحد معين، بتصنع لكل الماركات. فالنهارده الكارتة دي بتتصنع، تشتغل على معدة، تشتغل على مولد، تشتغل على عربية، كل حاجة لها ظروفها ولها ظروف تشغيلها. فبناء عليه الماركة بتختلف، بناء عليه المتطلبات بتختلف، بناء عليه ظروف الشغل بتختلف، بناء عليه البروتوكول بيختلف. فطبعا ده لازم يكون في اختلاف في السوفت وير، لازم السوفت وير يختلف. الموضوع زمان كانت كل حاجة بتصنع لها حاجة بتاعتها هي بس، ما ينفعش حاجة تانية. لا، دلوقتي بقى الاي سي ام او الكارت ديت تصلح انها تركب لاي حاجه. الاي سي ام ممكن تشتغل مثلا محرك معد، المعد ده مثلا بيشتغل على ار بي ام مختلف من 0 لحد 2200 مثلا او اكتر يعني. طبعا هو بيجيب اكتر من كده بس بتكلم على النورمال كونديشن بتاع التشغيل، يعني الظروف الطبيعيه للتشغيل. المولد مثلا، لا، المولد مثلا في نوع بيبقى ثابت 1500 لفه، في نوع تاني 1800 لفه. ايه اللي بيتحكم في الكلام ده كله؟ كارت. البارامترز كل يوم بتتغير، البارامترز كل يوم بتتحدث وبتتنوع عشان يحقق اعلى استفاده من المعده. عشان احقق اعلى استفاده من المعده او من المحرك او من الهيدروليك او من الترانسميشن لازم كارته ولازم سوفت وير. والسوفت وير ده مش ثابت، ده بيتغير. بيتغير ليه؟ عشان اوصل لاعلى اداء واوصل لاعلى كفاءه باقل تكليف. تمام. الدليل على كده ايه؟ مثلا خلينا نبعد، احنا مركزين كل كلامنا على المحرك، هنبعد عن المحرك، خلينا نتكلم مثلا في الترانسميشن. الترانسميشن النهارده مثلا زي لودر جريدر او اي معده، ممكن يجي عليك وقت مثلا تعمل عمره، فتيجي بعد العمره تجرب الغيارات تلاقي الغيارات بترزع، تلاقي فيها نتشه، تلاقي في غيار بيجي بسرعه قوي، تلاقي في غيار بيجي بطيء قوي. طيب، دي كلها مشاكل نعالجها ازاي؟ النهارده بقى الاسهل انك تعالج بالكنترول. كنترول بيتحكم امتى عشق، وعشق بسرعه ايه، وعشق ازاي. الكلام ده بيتعمل ازاي؟ ان الكارته بتتحكم في الفولت اللي رايح للكويل، للاكتويتر المشغل. تمام. طب الكلام ده بتعرفه منين؟ بتعرفه من الحساس. فالنهارده مثلا لو بتكلم على فتيس، عندي اربع عمدان في الفتيس، كل فتيس عليها مجموعتين، كل مجموعه عليها سولونويد وعليها كاوتش وعليها حساس. فالحساس دوت بيقول لي انا ماشي على سرعه كام، انا ماشي على سرعه قد ايه، انا لفيت كام لفه. فالمعرض يتعمل وهو واقف، الكارته تطلع الامر للكويل، الكويل يطلع كميه زيت، الزيت ده يبدا يعشق الكلاتش، الكلاتش ده يبدا يتحرك. اول ما يبدا العمود ده يتحرك، الكارته بتقيم الحركه امتى، عن طريق ايه؟ حساس الار بي ام، عدد اللفات. فبتعرف ستارتنج كارنت امتى، وبعد شويه مثلا بيمشي عدد لفات معين بعد وقت قد ايه. فبتقدر تحسب الكارته، تحسب عن طريق اللي بتقيسه من الحساس على الار بي ام والفولت اللي هي مديها، وتقيم وتديك احسن اداء. تلاقي الغيار طالع مظبوط، ولا بطيء ولا سريع، وتلاقيه طالع ناعم، مفيش رزعه، مفيش خبطه، مفيش اي حاجه، يبقى طالع هادي. تدي ضغط مظبوط، تدي الوقت مظبوط، تدي السرعه مظبوطه، تتحكم في الموضوع كويس. في النتيجه يبقى الغيار طالع ممتاز، ولا يحصل طبعا الخبطات والرزعات دي بتاثر عمر الفتيس، بتسبب مشاكل كتير. ممكن برضو الناتش دي والطلعه مباشره دي تكسر مثلا صليبه، تكسر كردان، تعمل مشكله، تعمل حاجه. كل ده مش طبيعي طبعا. حاجه بتطلع واحده واحده متجانسه كده احسن بكتير ما تطلع ايه، رزع كده قفش. عشان كده البروبوشنال احسن من الاوف كنترول. تمام. فدي حاجه من مميزات الاي سي ام، دي حاجه من الحاجات اللي احنا لازم نكون مبرمجين الاي سي ام عشان خاطر لما نيجي يكون في عمره او في تغيير اي جزء من الاجزاء بيطلب منك معاينه او كاليبريشن تقدر تعملها عن طريق الاي سي ام.
الحاجه تانية الاي سي ام، يعني النهارده في شعار بتاع شركه سيمنز بتقول لك ايه، باور وزاويه كنترول از نوثينج. لو انا عندي، سوري يعني في اللفظ، طور كده، طور انا جايبه ربطه وسايبه، او سايبه كده وخلاص، مش هستفيد منه اي حاجه. قوه وباور وكل حاجه، بس مش هستفيد منه اي حاجه. لكن لو جيت ربطته في الساقيه واجبرته ان هو يلف في المسار دوت، انا هعمل منه اعلى استفاده. كل لفه يلفها يطلع لي ميه بالبلدي كده. فلازم اي باور عندي لازم يكون عليها كنترول، لازم اتحكم فيها كويس جدا عشان احقق منها اعلى نتيجه، واحقق منها اعلى استفاده، واخد منها اعلى فايده باقل تكلفه. والحاجه طبعا لما بتشتغل في الظروف ديت بيبقى عمرها اطول، ادائها احسن، وتبقى موفره. لان اي باور انا دافع فيها فلوس، يعني دورت محرك ده فلوس، خد جاز، خد بنزين، خد غاز، وهكذا. سخن، اتحرك، دي فلوس. اسخن بفلوس وابرد بفلوس، والحركه بفلوس، والصيانه بفلوس، والاصلاح بفلوس. فلازم لما اشغل حاجه استفيد منها. استفيد منها ازاي؟ ان انا اكون مسيطر على الموضوع كويس جدا، واتعامل مع الموضوع صح، وابقى مكنترول عليه كويس جدا. اكنترول عليه ازاي؟ عن طريق الكارت. عن طريق إيه؟ ان انا ابرمج الكارت صح، اديها البارامترز الصح، اشغلها في ظروف التشغيل والكونديشن اللي هي متصممه عشانها، يبقى كده حقق اعلى استفاده. دي اهميه الكارت باختصار قوي قوي يعني. لكن الكارت طبعا ممكن تشتغل في محرك، ممكن تشتغل في هيدروليك، ممكن تشتغل في ترانسميشن، ممكن تشتغل في مولد، ممكن تشتغل في عربيه. استخداماتها كتير جدا، وبتدينا مميزات كتيره جدا جدا جدا، وبتوفر كتير جدا جدا جدا. وان شاء الله الكلام ده كله هنشرحه بعض بالتفصيل واحنا ايه ماشيين. دي فكره ايه سريعه يعني، وده رد على اللي بيتكلم ان مفيش حاجه اسمها سوفت وير، وان ده نصب ومش نصب ومش عارف ايه والكلام ده كله. لا، ده احيانا كل معده بتصل تبرمج لوحدها، واحيانا في اجزاء اول ما تغيرها لازم تبرمج المعده. اي جزء يخص الفتيس، اي كويل كلاوتش كمان ده يخص الفتيس، لازم يتبرمج ويتعمل له معايره بعد العمره او بعد التغيير. ناس كتيره بتواجه فعلا مشكله انه يعمل عمره للجريدر او الرودر ام مثلا او ايش او كلام من ده، يلاقي الغراب بترزع وفي مشاكل ما تتحلش غير بالايه، بالمعايره طبعا، لو الدنيا مظبوطه 100% جوه يعني. تمام. اشكركم، ان شاء الله ايه مكملين مع بعضنا في ايه، في الكنترول وفي الكارتات وفي الميكانيكا والهيدروليك. ارجو لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس، ولو في اي حاجه احب اسمع تعليقاتكم. شكرا.